السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أيتها الأخوات. اليوم درسنا الثاني. اليوم إن شاء الله أتكلم عن الآنية. أولا، ما معنى الآنية؟ الآنية لغة جمع إناء، والإناء الوعاء للطعام والشراب، وجمع الجمع أوان، ويقاربه الظرف والماعون. ولا يخرج استعمال الفقهاء لهذا اللفظ عن الاستعمال اللغوي، يعني لا يخرج استعمال الفقهاء لهذه الكلمة الآنية عن الاستعمال اللغوي. أنواع الأواني. بالنظر إلى ذاتها أنواع. أولا، آنية الذهب والفضة، يعني مصنوعة من الذهب والفضة. ثانية، الآنية المفضدة. ثالثة، الآنية المموهة بالذهب أو الفضة أو المطلية بالذهب والفضة. رابعة، الآنية النفيسة لمادتها أو صنعتها، يعني بغير الذهب والفضة ولكن غالي جدا. خامسة، آنية الجلد، أي آنية مصنوعة من الجلد. سابعة، آنية العزم، يعني آنية من العزم. ثامنة، آنية من غير ما سبق، كالخزف والخشب والصفر والأواني العادية. الآن كلامنا عن الحكم الشرعي للآنية. كل إناء طاهر سمينا كان أم غير سمين يباح اتخاذه واستعماله، إلا آنية الذهب والفضة والمموه بهما. لا يجوز اتخاذ الآنية من الذهب والفضة والمموه بالفضة والذهب، لما روى حذيفة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تلبسوا الحرير والديباج، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. في هذا الحديث حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن اتخاذ آنية الذهب والفضة للرجال والنساء عامة، ما فرق بينهم، ولكن لبس الحرير ولبس الذهب والفضة هذا ليس حرام في حق النساء، فقد حرام على الرجال. ولكن آنية الذهب والفضة حرام على النساء والرجال. وما حرم استعماله حرم اتخاذه على هيئة الاستعمال كآلة الطرب والمزمار، ويستوي في النهي عن ذلك الرجال والنساء لعموم الخبر، يعني قال رسول صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولم يفرق بين الرجال والنساء. ولا ينجس شيء بالشك ما لم تعلم نجاسته يقينا، لأن الأصل الطهارة، يعني طهارة الآنية. آنية غير المسلمين تشمل آنية أهل الكتاب اليهود والنصارى، وآنية المشركين غير اليهود والنصارى. وحكمها الشرعي أنه يباح استعمالها ما لم يتيقن عدم طهارتها، لأن الأصل الطهارة. إذا ما لم يتيقن عدم طهارتها لأن الأصل الطهارة، يباح استعمال آنية غير المسلمين. وكذلك ثياب غير المسلمين طاهرة،
ما لم يتيقن نجاستها. ويطهر جلد الميتة مأكولة اللحم بالدباغ، وما قطع من حي يعني من الحيوان الحي فهو نجس كالميتة. وأما الصوف والريش والشعر يعني شعر الحيوان والوبر فهو طاهر إذا أخذ في الحياة. والسنة في الآنية يسن تغطية الآنية وإيكاء الأسقية، أي بمعنى إغلاق فم السقاء، لحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يعني إذا لم تستطع أن تغطي إناءك ضع فوق هذا الإناء ولو عودا. الآن موضوعنا الثاني الاستنجاء وآداب التخلي. ما معنى الاستنجاء؟ الاستنجاء إزالة الخارج من السبيلين بالماء، والاستجمار هو إزالة الخارج من السبيلين بحجر أو ورق ونحوهما. ويستحب عند دخول الخلاء تقديم الرجل اليسرى وقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا الحديث رواه مسلم. يعني تقديم الرجل اليسرى، وهذا الذكر مستحب عند دخول الخلاء. ويستحب أيضا عند الخروج من الخلاء تقديم الرجل اليمنى، يعني ندخل برجلنا اليسرى ونخرج برجلنا اليمنى. وقول: غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الآذى وعافاني. هذا الحديث رواه النسائي. وكذلك يستحب لمن أراد قضاء الحاجة اعتماده على رجله اليسرى في الخلاء يعني. وإن كان في الفضاء استحب بعده عن العيون عن الأنظار، واستتاره وارتياده مكانا رخوا لبوله لئلا يتنجس ثيابه. ويكره دخول الخلاء بشيء فيه ذكر الله تعالى إلا لحاجة ضرورة، ورفع ثوبه قبل دنوه من الأرض لئلا يراه الناس، وكلامه فيه يعني يكره الكلام في الخلاء، وبوله في شق، ومس فرجه بيمينه يعني بيد اليمنى، واستجماره بيد اليمنى. ويحرم استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة في الفضاء، ويجوز في العمران، والأفضل اجتنابه، يعني اجتناب استقبال القبلة واستدبارها في العمران أيضا، هذا أفضل. وكذلك يحرم البول والغائط في الطريق والظل النافع للناس وتحت شجرة مثمرة ونحو ذلك. إذا يستجمر بحجر طاهر 3 مسحات، فإن لم ينقى زاد الحجر. ويسن قطعه على وتر 3 أو 5 ونحوهما. ويحرم الاستجمار بعزم وروث يعني روث الحيوانات، وطعام ومحترم يعني شيء محترم. ويجوز إزالة الخارج بالماء والمناديل والورق. الجمع بين الأحجار أو الأوراق والماء أفضل من الماء وحده. ويجب غسل موضع النجاسة من الثوب بالماء، فإن خفي موضعها يعني موضع النجاسة
غسل الثوب كله. ومن السنة أن يبول الرجل قاعدا، يعني يبول قاعدا، ولا يكره بوله قائما إن أمن التلوث. والاستجمار يكون بالحجر أو المنادل ونحوه، والاستنجاء يكون بالماء، والاستنجاء أفضل، يعني الاستنجاء بالماء أفضل من الاستجمار بالحجر أو المنادل. الموضوع الثالث الفطرة. تعريف الفطرة: الفطرة هي السنة القويمة والخلقة المبتدأة، والفطرة هي ما يجب أن يكون عليه الإنسان في حياته. وما هي سنن الفطرة؟ سنن الفطرة: السواك، وهو مسنون في كل وقت، وهو مطهرة للفم ومرضاة للرب، ويتأكد عند الوضوء والصلاة وقراءة القرآن ودخول المسجد والمنزل، وعند الاستيقاظ من النوم، وعند تغير رائحة الفم. ومن الفطرة أيضا حلق العانة ونتف الإبط وقص الأظافر وغسل البراجم، يعني غسل ما بين أصابع اليد والرجل. ثالثا من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية وتوفيرها. رابعا إكرام شعر الرأس ودهنه وتسريحه. ويكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه، لما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن القزع، لأنه يشوه الخلقة. خامسا تغيير الشيب بالخناء والكتم ونحوهما. سادسا التطيب بالمسك والعطر أو غيره. سابعا الختان وهو قطع الجلدة التي تغطي الحشفة لئلا يجتمع فيها الوسخ والبول، وهذا بالنسبة للذكر. والختان طهارة ونظافة وله فضائل كثيرة، وهو سنة في حق الذكر ومكرمة في حق الأنثى. أخواتي في الله، اليوم أكتفي بهذا القدر. إن شاء الله في درسنا القادم غدا إن شاء الله أتكلم عن الوضوء إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. أخواتي في الله، اليوم أكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله تعالى غدا في الدرس القادم سوف أتكلم عن الوضوء. أستودعكم الله الذي لا يضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.